النهارده يوم مش عادي وفيديو جديد وبدون مقدمات، مش هنقول مقدمة ولا أي حاجة. يلا بينا نبدأ الفيديو، هنسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده قمت أعمل، ده كان امبارح، قمت أعمل مكرونة بشاميل وجلاش. الأولاد طالبينها مني من قبل رمضان، فجهزت حاجتي وخلاص، وقمت بقى عشان أشغل الكبة كده، كانت باظت مني وأحمد صلحها. وجيت أشغل الكبة أحط فيها اللحمة، مش راضية تشتغل ابدا. يهديكي يرضيكي، مش راضية تشتغل. فاضطريت اسفة ان انا لازم استنى جارتي لحد لما ترجع من الشغل واروح افرم عندها اللحمة. رحت فرمت عندها اللحمة، وكلمة في حدوتة كلمة في حدوتة الوقت خدنا. ولقيت الساعة بقت 4:15. يا لهوي، 4:15 هعمل صنفين مكرونة مكرونة بشاميل وجلاش، ازاي هلحق واخلص؟ واللي عارف طبعا لازم اظبط الاضاءة واظبط مكان التصوير علشان خاطر يطلع فيديو كويس. فاخد معايا كمان وقت. ف بدأت، كانت حوالي 4:30 5:15. يلا بينا بقى نشوف انا هعمل ايه بسرعة بسرعة كده. حطيت في حلة كده، والفيديو ده هتلاقوه كله عفوي وحاجات كده بتظهر يعني زي اي ست مصرية، فعادي عدوها. فحطيت حلة وحطيت فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت، ونزلت كده بالبصل بتاعي اللي كنت مقطعاه. والحمد لله ان انا كنت مجهزة البصل والفلفل واللبن بتاعي غالية قبل ما اروح. وقلبتهم كده شوية على النار مع الزيت والسمن، معاهم شوية سكر. هتقولي لي السكر ليه؟ هقولك علشان السكر كده بيخلي البصل بيبقى مكرمل وطعمه حلو. قلبتهم لحد ما لقيت البصل بتاعي دبل، نزلت عليهم بالفلفل. قلبتهم شويه لحد ما البصل بتاعي كده اخد لون ذهبي. نزلت عليها كده باللحمه، سبت اللحمه شويه وما قلبتهاش، وبعد كده بدات اقلبها ايدي فيها على طول على طول باستمرار عشان خاطر ما تنزلش ميه. شفتوا بقى انا ماسكه زي اي ست مصريه كده الفلنه بتاعتنا القديمه، المغسوله، وبشتغل بيها عادي. فانت قلتلكوا هتشوفوا حاجات يعني في الفيديو ده عدوها. قلبت كده اللحمه بتاعتي لحد لما لقيتها اللون بتاعها، شفت اتغير ازاي. حطيت بقى التوابل بتاعتي، حطيت فلفل اسمر وحطيت السبع بهارات ومعايا فصين حبهان. كنت بستغنى عن الحبهان والورق اللوري والكلام من ده لو كان عندي الخلطه بتاعت الحواوشي بتاعت ماي واي. الخلطه دي بتخلي العصاج يعني في حته تانية خالص، بس ما كانتش موجوده عندي، فحطيت حبهان. وكمان حطيت ورق لوري بس مش دلوقتي. زودتها شويه ميه. هتقولي لي تزودي ميه ليه؟ طب ما تحطي عليها طماطم. انا جربت الطريقتين، كنت طول عمري بحط عصير الطماطم. لو انت مش حابه تحطي الميه حطي عصير طماطم. بس انا الاول كنت بحط عصير طماطم، بس لما جربت بقى موضوع ان انا ما احطش عصير طماطم على العصاج بتاع المكرونه، طلعت تحفه. من وقتها ما بغيرش الطريقه دي خالص. حطيت بقى في حله تانية الميه ومعاها شويه ملح وشويه زيت. اول ما غليت معايا نزلت بالمكرونه بتاعتي. انا حطيت هنا كيس ونص. هديها كده تقليبه. اول ما احط المكرونه بقلبها شويه واسيبها. انا ما بغطيش الحله بتاعت المكرونه الصراحه، يعني حماتي الله يرحمها كانت بتغطي الحله. امي بتغطي الحله كده نص وربه، بس انا ما بغطيش الحله كده، ما بتفرش معايا وما بتنزلش اي حاجه على البوتاجاز، ما بتبهدلش الدنيا. سيبها كده لحد لما تستوي كده 3/4 سوا مع نفسها. في حله تانية حطيت معلقتين سمنه وحطيت 3 معالق زيت. انا حطيت السمنه، كانت عندي سمنه بلدي فحطيت السمنه البلدي، عشان كده حطيت معاها زيت 3 معالق. الماده الدهنيه تبقى قد الدقيق كده. حطيت 5 معالق ماده دهنيه، هحط قصاد منهم 5 معالق دقيق. اقلب بقى الدقيق بتاعي كده على نار هاديه لحد لما ياخد معايا لون حلو، وكمان تشمي ريحه الدقيق. ريحه حلوه كده طلعت من الدقيق. فخلاص كده تبقى انت عرفتي ان الدقيق بتاعك استوى معاكي. هنبدأ بقى ننزل اللبن بتاعي. في ناس بتركن بقى الخليط اللي هي عملته بتاع الدقيق والسمنة لحد لما تستهدى كده شوية وتنزل باللبن سخن. بس انا كنت مستعجلة فحطيت اللبن على طول. وانا بحب احط اللبن سخن مش اللبن بارد. دلوقتي هحط اللبن بتاعي، هتلاقيها على طول بكبكت كده معايا وايه. وبصي على طول هتلاقيها بكبكت على طول لان اللبن بتاعي سخن اصلا، يعني ما بحطش اللبن ساقع. وايدي فيها بقى على طول شغاله، على طول بقلب. ايد بتحط اللبن والايد التانية شغاله بتقلب بالمضرب علشان ما تخرجش معاكي وتعمل كده تكتلات وتبقى حلوه معاكي.
كل ما هتلاقيها بتتقل انت هتحسي بيها، اول ما هتلاقيها بتتقل زوديها لبن. وهوريكي في الاخر القوام بتاع البشاميل هيبقى عامل ازاي. هزودها بعد شوية، حسيت ان هي محتاجة لبن فهزودها بقى شوية لبن تاني. بصي كل ما بحس ان انا ايدي مثلا تعبتني فبريح ايدي شوية وبعد كده ارجع بقى اقلب، مش بشيل ايدي منها عشان ما تخرجش معايا وتكتل. زودتها اللبن وبقى بقلب. هحط دلوقتي بقى ايه عندي الجبنه الموتزاريلا. لو عندك قشطه، انا ما كان عندي قشطه بس المقطع ده متصورش فحطيت عليها قشطه وش اللبن، وحطيت كمان جبنه موتزاريلا. لو عندك جبنه رومي حطي. دلوقتي خلاص حطيت بقى الفلفل الاسمر وحطيت الملح بتاعه ظبطته، وحطيت كمان 7 بهارات حاجه خفيفه وطفيت عليها. مجرد ان انا طفيت عليها هحط بقى السر والحاجه اللي هتخلي البشاميل هيروح في مكان تاني. ما كنتش متخيله ان البشاميل هتبقى بالطريقه دي. حطي معاها رشه زعتر، هتشمي الريحه مجرد ان انت قلبتي. اطفي النار وحطي رشه الزعتر وقلبيها. خلاص شفت المكرونه لقيتها 3/4 سوا، شلتها عشان اصفيها. يلا بينا كده ننجز وقتنا ونشوف هنعمل ايه في لفه الجلاش. اخدت لفه الجلاش قسمتها كده نصين قسمتها نصين، وبعد كده دهنت الصينيه بتاعتي سمن، واخدت نص لفه الجلاش حطيتها من تحت، وبعد كده رشيت عليها شويه من العصاج، وبعد كده حطيت الجبنه الموتزاريلا، واخدت باقي لفه الجلاش وحطيته من فوق، وبعد كده دهنت الصينيه وقطعتها كده مربعات زي ما انت هتشوفي. هتقولي لي طب انت ما دهنتيش الطبقات ليه سمنه؟ كنت بدهن الاول الطبقات سمنه زي ما بنعملها عادي، بس كانت بحس ان هي بتبقى تقيله شويه، لكن بالطريقه دي هتلاقيها معاكي خفيفه وحلوه. جربت الطريقه دي وقت ما كانت حماتي تعبانه الله يرحمها، كنا عملناها في عزومه فلقيتها حلوه خالص، وبقت خفيفه مش تقيله زي ما كنا بنعملها في الاول، فبقيت بعملها على طول. حطيت التشريبه بتاعتي اللبن ومعاها البضايه ومعاها شويه فلفل وشويه قرفه بسيطه والملح، وكمان حطيت معاها معلقه صغيره بيكنج باودر، قلبتهم كويس، وربع معلقه ربع كوبايه سمن، وقلبتهم كويس. وبعد كده رشيت الجلاش بتاعي بالتشريبه. حاولت ان انا ادخل التشريبه بتاعتي من جوه وركنتهم على جنب لحد لما اخلص بقى المكرونه بتاعتي. جبت المكرونه بتاعتي بعد ما صفيتها، حطيت عليها جزء من البشاميل وكمان معاها شويه من العصاج، قلبتهم كويس. بعد كده جبت صينيه مدهونه بشاميل، وبعد كده هبدا بقى احط نص الكميه بتاعتي بتاعت المكرونه، وحطيت العصاج بقيت العصاج فيها، وهحط معاها كمان جبنه موتزاريلا. عندك جبنه رومي حطي، بتدي طعم حلو، ومطه كمان احلى من الجبنه الموتزاريلا. باقي المكرونه حطيتها كده من فوق، وبعد كده حطيت بقيه البشاميل ورشيت رشه بسيطه من الموتزاريلا ومعاها كمان شويه زعتر، ودخلتها في الفرن. حطيت المكرونه البشاميل من تحت على الصاج لحد لما حطيت المكرونه البشاميل كده على الصاج لحد ما لقيت البشاميل وانا بكبكه كده، طلعتهم فوق تحت الشوايه جنب صينيه الجلاش كان محطوط من الاول على شبكه لون معايا من تحت. شغلت الشوايه الاتنين لل... للجلاش وللمكرونه البشاميل. شفتوا بقى يحيى كان بيغلس عليا ازاي عايز ياكل من المكرونه، والحمد لله الحمد لله انجزت ولحقت وقتي. ومجرد ان المغرب اذن كنت حطيت الصواني في الفرن قبل ما احمد طلع من المسجد بدأنا نغرف. بصي بوريكي بقى البشاميل الجلاش حلو ازاي، واخد لون من تحت وكمان من فوق حلو خالص. البشاميل كان المفروض ان انا اسيبه شويه يعني ياخد لون، بس طبعا مستعجلين عايزين نلحق نفطر. قطع البشاميل هتشوفي بقى البشاميل عامل ازاي. ما بحبش البشاميل اللي يكون كده خرطه واحده زي ما كل الناس بتقول مثلا البشاميل يبقى ماسك نفسه. لا البشاميل كده لما يكون آه، يعني متفرفت كده بحس ان انا ايه كده مبسوطه. بصوا يحيى مسكت له السكينه ازاي قلت له لو ما طلعتش من المطبخ مش عارفه انا هعمل فيك ايه وقتها، لان انا خلاص كنت هلكت والوقت يعني عدى وخلاص عايزه اغرف واحمد قاعد مستني. بس كان لازم اخد اللقطه بتاعت المكرونه بقى واوريكم. جانا هتيجي تقولي دلوقتي مش وقته يا ماما يلا. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. مع السلامه.